يا جماعة خلصت حلاقة قبل العرس. حسست بوسيم بس مضطر، وسيم بده يبين، فأنا اضطريت إنه إجي أحلى بس ظبطها وسويت شعري عنده بالمرة. هاي كمان في عندكم هون عمور عاد بسشر شعراته. عشان شو؟ عشان احنا معصبين النفس. هيك تليفون ولا انا ماسك بالي عشان ما تنقبض. شو؟ لازم احلق لك هيك والله. على فكره والله نفسي احكي. حيجي يوم يلا وصلوا لي ان شاء الله خلوا. طب يلا هحرك انا ولا استناك؟ ابعث لك تليفون الزلمه. يلا ماشي. شوفوا لي المحل ما احلاه. انا محل صباغ. والله من زمان شيء كان انا مالي شغل انا خساره للحلاق اصلا. انا من اول دخلت فكرني داخل غلط عليه يعني. انا ليش يجي واتبهدل 3 ساعات. عيش تجربه، عم نعيشك تجارب جديده. حرق اخي لو رايح غاسل يا زلمه. يلا قوم. منيح عندك دقن يا زلمه عشان تحس بالشعور تيجي تحلق. يلا انا جاهز. خذ الحلاقه، خذ الشعر. يرحم. كثير حلو شو ما صدقت. مقهور؟ بصراحه لا صراحه. روح ان شاء الله تضل اصلع طول حياتك. امين يا رب امين يا رب. والله انت مبسوط اصلا بالصلاة. والله يا رب. ايه هذا صباغ؟ ايه يا جماعة هذا صباغ صاحب المحل. لا يا زلمة بتضايق. تعال نرسم له شوارب عنده. اي والله بس هيك مو حالق. حطه جوا. جينا ناكل لقمة قبل ما نحرك على العرس. طبعا قاعدين عم بيجهزوا البنات، صار عليها تتجهز، فحاليا نحن فاضيين واللبسة جاهزة، فنحن بس لبسة وخلص خلصنا. فهلا جينا ناكل لقمة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس واضغطوا على زر الإعجاب واكتبوا بالتعليقات شو حابين تشوفوا أكثر. عنا تحدي صغير بس واثقين فيكم. كل 100 مشترك مقطع نادر أو قديم للمشاهير، كل 1000 مشترك بث مباشر كامل من لايفات المشاهير. وعنا فقرة أنت سألت والمشهور يتجاوب. اكتبوا أسئلتكم بالتعليقات ونحن بنوصلها للمشاهير وبننزل الرد بالفيديو الجاي. وهلأ خلينا نبدأ ونشوف الفيديو سوا. بعدين نرجع فيه أنا وثائر. بس انت قلت لقمه بدك تاكل لقمه. إيه شو بدك أحلى من إنه البرجر طعمك إياه بخس. اقسم بالله انت مو طبيعي. اسمع، اقسم بالله مو طبيعي. اتصلت بدي اطلب برجر تمام. فقاعد عم بطلب اوردر، قلت له بدي الستيك، قالت لي اوكي. بدك الستيك 100 جرام ولا 150 جرام؟ انه جوا السندويشه مقصوصه. انا سندويشه، انا قعدت احسب ب 100 ولا 150، قلت لها 100. قالت لي طيب بدك اياها بخبز الابصر شو ولا خبز جلوتين فري؟ جلوتين فري مش مشكله. طب بدك الفرايز، فرايز عادي ولا كيرلي؟ كيرلي فرايز. طب بدك 7 ولا 7؟ مين؟ عمور قول له يجي. بعدين قال لي طب بدك البرجر بالخس يا عمور ولا بدون خس؟ انه ملفوفه بالخس ولا بدون خس؟ رح ناكل بالخس. ما ضليت تقول ايه تعطيني اوبشنز. ضلينا شي 10 دقائق ربع ساعه على التليفون. اخر شيء طلعتني 47 دينار. مو نازل اكل لقمه انا هلا يعني ان شاء الله الف صحه. عم بصير معي شيء غريب هون بتعتم تقريبا الساعة هون بالأردن، يعني بتعتم تقريبا شيء 9 إلا ربع تمام. فمتعود العرس دائما عم بيكون إنه على المغرب وقت تعتم. الإمارات بتعتم 6 ونص. أوكي، فهلا حاسس الشمس لسه كثير فوق، فقاعد مريح أنا يعني ما عم بستعجل. الوضع تمام، رواق هيك مروق تمام. لحتى ما وصلت على الأوتيل. بتطلع تحت بقى زياد وسارة ماشيين، زياد لابس البدلة، صار لابسه ورايحين باتجاه العرس. انا هون استوعبت قد ايه انا متاخر. رايحين نشرب قهوه. استوعبت قد ايه نحن متاخرين. فهلا حاليا انا عند ثائر بالغرفه وصار لسه بالصالون، وعادي عايشين حياتنا يعني رواق. هلا عم يكوي ثيابه، بعدين انا بدي اروح البس وحرك. قالوا لي اذا بتحرك هلا توصل وقت يفوتوا،
انا لسه مش مستوعب الموضوع، الشمس لسه فوق، في شيء مش ظابط. هي ساره عم تبعت لي خلصت، يلا بلش وقت الركض، هلا بلش وقت الركض. تعال بسرعه. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. إذا حبيتوا المحتوى لا تنسوا اشتركوا بالقناة، هتلاقوا زر أحمر تحت مكتوب عليه اشتراك، اضغطوا عليه، فعلوا الجرس، حطوا لايك، واكتبوا بالتعليقات شو أكثر لقطة حبيتوها وشو حابين تشوفوا بالحلقات الجاية. تذكير سريع، عنا تحدي صغير بس واثقين فيكم، كل 100 مشترك مقطع نادر أو قديم للمشاهير، كل 1000 مشترك بث مباشر كامل من لايفات المشاهير. فقرة أنت سألت والمشهور بيجاوب، اكتبوا أسئلتكم بالتعليقات ونحن بنوصلها للمشهور وبننزل الرد بالفيديو الجاي من بيت المشاهير. كل يوم بننزل فيديو جديد ما يفوتكم. سلام يا حلوين من بيت المشاهير.